عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ حبيبة للأكلات والحلويات. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، توحشيني من الفيديو للتاني والله. النهاردة بقى كل سنة وانتم طيبين يا أغلى اخوات ومتابعين في الدنيا كلها. أنا جبت بقى شوية، نزلت جبت شوية حاجات عشان خاطر رمضان، فحبيت أوريكم الحاجة اللي أنا جبتها عشان خاطر طبعا السحور. فلازم بقى إيه، عشان السحور بقى لازم يبقى فيه جبن ولانشون، يعني الحاجات الايه، الحاجات البسيطه اللي هتنفع في السحور. تمام، فقلت لازم اصور لكم الحاجه اللي انا جبتها. والهدف اصلا من كل ده ان انا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا اعز اخوات ومتابعين في الدنيا كلها، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. وباذن الله رمضان السنه دي يكون سعيد على الجميع يا رب باذن الله تعالى. ابدا اصور لكم الحاجه واقول لكم على الحاجه اللي انا جبتها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس طبعا قبل اي حاجه اوعوا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ده لو عجبتكم الفيديوهات البسيطه اللي انا بقدمها. اذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. جبت هنا ايه، جبت علبتين فول. قلت بقى عشان خاطر بقى ان طبعا كده كده هعمل لهم فول انا، تمام، بس برضو قلت لازم ايه اجيب برضو فول عشان خاطر يعني ايه يحسوا بقى برضو بالتغيير، يعني حاجه جديده، مش دايما الحاجه اللي انا بعملها من ده على شويه كده وشويه كده. فجبت علبتين فول، تمام. وجبت هنا علبه جبنه، هنا علبه جبنه دومتي، هما بيحبوا الجبنه دي قوي. نفتحها عشان خاطر انا اهو. جبت هنا علبه جبنه، بيحبوا الجبنه البيضاء قوي، تمام. وهنا جبت علبه كيري، مش عارفه افتحها، مش عارفه افتحها دي خالص. افتحيها يا حبيبه، مش عارفه افتحها. افتحي يا حبيبه كده اهو. بفتحها عشان خاطر ايه، انا بصور بايه هم ايه اهو، هما بيحبوا الجبنه الكيري قوي اهو. وجبت هنا علبه جبنه دومتي، وهنا حلاوه طحينيه عشان ما يزهقوا برضو من الجبنه، يبقى فيه ايه حاجه برضو ايه تحليه. وجبت هنا طبق جبنه رومي، هما بيحبوا الجبنه الرومي. جبت لهم لانشون، وجبت طبعا ايه، انا جبت طبق توم. التوم انا عندي برضو شايله ومفرزه في الفريزر، بس قلت بقى ايه شكله عجبني فقلت اجيب ايه طبق توم برضو، تمام. وهنا جبت لهم ايه، جبت هنا كان في عرض على الزبادي، جبت هنا العرض دوت اهو. العرض ده بايه ب80 12 علبه، فقلت اجيبها بقى ايه واخليها برضو تمام تنفع عشان خاطر ايه يلاقوا حاجه بالليل ما بيحبوا الزبادي. فقلت طبعا انا برضو هعمل لهم اجيب واعمل لهم، بس برضو قلت ايه تغيير برضو عشان خاطر يحسوا بايه بحاجه جديده بالفرحه، يعني الحاجه اللي بتتجاب كده بنحس بيها بفرحه. وهنا جبت علبه مربى تين. جبت هنا اهو برطمان صلصه. وده بقى ايه، بصوا ده برطمان عسل بالمكسرات، شكله حلو قلت نجربه. ده مغذي جدا، ممكن كل واحد ايه يعني مثلا قبل الفطار ياخد له معلقه منه، هتبقى ايه تعوض بقى الصيام طول النهار عشان تبقى حاجه مغذيه. وهنا جبت هنا ايه طحينه، دي علبه طحينه. بصوا بقى، بصوا الجمال بقى، حاجه تانية خالص. دي نوتيلا، برطمان نوتيلا، هما بيحبوا النوتيلا عشان خاطر برضو ما يزهقوا من سندوتشات، يعملهم ايه كده بين الفطار وبين السحور يعملهم سندوتش نوتيلا، هما بيحبوا سندوتشات النوتيلا جدا. والاسعار يعني انا مش هقول لكم الاسعار، خلي الاسعار مفاجاه، تفاجئوا بالاسعار، بس يعني الحمد لله اهم حاجه الصحه والستر.
ده اهم حاجه. بس هو لازم طبعا الحاجات دي عشان خاطر الواحد يحس بايه، يحس بالبهجه، يحس بدخول رمضان، يحس ان في حاجه جديده دي بقى. وبعد كده بقى لما الحاجات تخلص انا بقى ايه هعمل لهم انا بقى، انا هعمل لهم، انا اجيب لهم بقى ايه، هعمل لهم الزبادي تمام. وكده كده العصير انا هعمل لهم تمر، والفول انا هعمل لهم فول يعني. بس بدلعهم بس ايه، ندلعهم بس كده اول ايه، اول حوالي 5 ايام ولا اول اسبوع ندلعهم بس نحسوا بالفرحه بس كده. انما بعد كده انا هعمل لهم الفول انا، واعمل لهم الزبادي. وهنا بقى جبت بقى هنا ايه، علبه عصير مانجا. بس كمان عشان يبقى جنب التمر برضو وجنب الخشاف، يبقى في عصاير. اللي مش حابب كده يشرب عصير، اللي مش حابب الخشاف او اللي مش حابب التمر تغيير كده. وجبت بقى ايه، علبة حليب. بص جبت علبة اللبن، بصوا دي 1.5 لتر تمام. ادي علبة اللبن يعني. بص الواحد ايه عشان بس يحسسهم بس ايه بدخول رمضان، عشان يحسوا بالفرحة بس والبهجة. فنجيب بس الحاجات ايه، حاجات بسيطة كده اول اسبوع بس. وبعد كده بقى ايه او بعد كده اعمل لهم انا بقى الزبادي واعمل لهم الفول. هو طبعا والله الحاجه البيتي بتبقى احسن وانضف وافضل من حاجه بتاعت بره، ولكن ايه عشان بس فرحه، بس نحسسهم بالفرحه والبهجه مش اكتر. وهم طبعا بيفرحوا قوي بالحاجات اللي بتتجاب من بره دي، يعني بالنسبه لهم ايه ده كده خلاص، يعني رمضان داخل كده. هو طبعا ايه يعني، هو الواحد لازم بصراحه لازم الحاجات دي تبقى موجودة في البيت، ده الأساس. ولكن طبعا بالنسبة للأسعار يعني مش لازم كلها تبقى موجودة. الواحد على قد ما يقدر بيحاول يوفر برضه. بس احنا قلنا بقى بمناسبة دخول رمضان بلاها توفير، المرة دي نكسر الميزانية شوية. يعني الحاجات دي كده جايباها المفروض أول الشهر كده الواحد ايه بيدلعهم كده من السوبر ماركت أول الشهر بس. وبعد كده بقى بقية الشهر بقى ايه شوية كده وشوية كده، يعني ايه بنقضيها ايه شويه تقشف على شويه نجيب حاجات بسيطه كده. انما هو ده بس الدلع بس بيبقى اول الشهر. والحمد لله رمضان جاي علينا وانا في اول الشهر. انا جبت الحاجات دي إيه قبل ما نوصل بقى لايه، قبل ما نوصل لنص الشهر. رمضان طبعا هيبقى ان شاء الله باذن الله يوم 11، فده بقى يعتبر برضو ايه داخل على نص الشهر. فقلت بقى قبل ما ندخل على رمضان هتكون الميزانيه باظت. فقلت قبل ما الميزانيه تبوظ نجيب بقى حاجات ايه نفرحهم بيها وندلعهم بيها. بس الاسعار بقى انتوا بقى ايه اتفاجئوا بيها. بس والله حاجات جميله يعني. انت يعني اهم حاجه ان هم يبقوا فرحانين، دي عند الواحد بالدنيا كلها. الفرحه بالحاجه والفرحه بقدوم رمضان دي حاجه تانية. طبعا احنا مش هنقول رمضان والاكل والكلام ده، لا طبعا هو رمضان ده شهر عباده وتقرب الى الله. ولكن احنا ايه بجانب كده بنفرحهم بس بحاجه بسيطه كده عشان نحسسهم بان في اجمل فرحه عندنا واجمل. يعني طبعا في الطبيعي الواحد ما بيجيبش طبعا ايه كل ده في الطبيعي، انما عشان خاطر بس رمضان نوريهم بس ان ايه الشهر الفضيل ده إيه ليه فرحه تاني خالص، ليه يعني احتفال خاص. فانا قلنا نفرحهم بقى ونجيب لهم الحاجات دي كده عشان خاطر ايه يبقوا داخلين هم فرحانين، يعني في بهجه في فرحه، وده الهدف. بص يعني انا حبيت بس اقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا اعز اخوات ومتابعين في الدنيا كلها، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. وان شاء الله يا رب باذن الله ربنا يتقبل منكم كلكم الصيام، اللهم امين يا رب. وتقبل مننا صيامنا وقيامنا يا رب، ويبقى رمضان شهر خير وبركه على الجميع، ويفرجها على الجميع باذن الله تعالى. اوعوا تنسوني بقى في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم الحاجات البسيطه اللي انا بقدمها.
واحب اقول لكم برضو في الاخر كده، وطبعا مفيش بينا اخر خالص، ان احنا طبعا مع بعض على طول. حبيت بس اقول لكم ايه، كل سنه وانتم طيبين يا اعز اخوات ومتابعين في الدنيا كلها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.